بلد المقيم مبارك بكل معنى الكلمة. كيف تجيك المغرب؟ أحسن بلد أحسن. أتحدث بمرارة لا بدافع الاستفزاز، بل دفاعا عما أراه حقا مهنيا. ما حدث لي في قبل ما نبدا الفيديو هذا باغي نشكر جميع المغاربه اللي تابوناو في القناه ديالي. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. شكرا للناس المغاربه الحرار اللي كيديروا اللايك، اللي كيشتركوا في القناه، اللي كيكتبوا التعليقات، لانهم الجزائريين حذفوا لي القناه وعاودت هذه القناه هذه ولقيت بزاف ديال المغاربه اللي تابوناو عندي. شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم وشكرا للايك ديالكم. اليوم غادي نتفرجوا في الاعلام الجزائري شنو قالوا على هادشي اللي وقع في الكاف، وقبل هكا غادي نتفرجوا في واحد الفيديو ديال الشعب الجزائري فاش وصلوا للمغرب وكيفاش حتى ولاو كيسبوا المغرب، ولكن حيت هما تقصاو وبقى فيهم الحال. اما في الاول كان عجبهم المغرب وكان عجبهم التنظيم ديال المغرب، وفاش تقصاو ما بقاش عجبهم المغرب ولاو كيقولوا. كنتمنى من جميع المغاربه اللي شافوا هذا الفيديو يكتبوا لنا في التعليق ديما مغرب، وغنوري لكم علاش المغرب وديما مغرب. الملعب الكبير الجديد، لكن لما دخلت للقديم قلت هذا جديد، هذا ممتاز. فان شاء الله العقوبه نروحوا لهذاك الملعب الجميل، وان شاء الله اللي يربح ربح، لكن لازم نكون ان شاء الله باذن الله خوا. الشعب الجزائري قبل ما يتقصاو كنا معاهم خوا شافوا شي حاجه في الشعب المغربي اللي ما عمرو شافوها، ولكن حاليا فاش انهم تقصاو ما بقاتش ديك الخوا وما بقاتش ديك الهضره اللي كانوا كيقولوا. غنتفرجوا علاش قلت لكم بان المغرب احسن بلد افريقي، وكنتمنى من جميع المغاربه يتابوناو في لاشين. نتفرجوا الفيديو ونعلقوا. المغرب وضع بصمته كأكبر قوة تصنيعية في القارة الإفريقية، فهو أكبر منتج للسيارات في القارة الإفريقية بواقع 700 ألف سيارة سنوياً، وبإيرادات سنوية تبلغ نحو 15 مليار دولار، بينما تبلغ صادرات صناعة الطيران نحو ملياري دولار سنوياً. نتمنى من الاعلام الجزائري والشعب الجزائري اللي هما ما كيحملوش المغرب وما كيحملوش هادشي اللي وصل ليه المغرب، ما يتصدموش فاش يشوفوا هاد الارقام اللي وصل ليه المغرب. بزاف ديال يعني بزاف ديال الميدان وصل ليه. ما غاديش نهضروا على كرة القدم، وبانه بغيت نعطي واحد الحاجه على الاعلام الجزائري بان المغرب ما بقاش كيشوف الكاف، يعني ما بقاش بغى يدير شي حاجه افريقيا. حنا دابا كنوجدوا لشي حاجه عالميه، اما افريقيا سالينا منها، من هاد كاس افريقيا سالينا من شي حاجه سميتها كاس افريقيا. كما يعد المغرب أكبر وجهة سياحية في القارة الإفريقية، واستقبل في 2024 17 مليون و400 ألف سائح بإيرادات تجاوزت 11 مليار و200 مليون دولار. المغرب يعد سادس أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية بناتج محلي يبلغ حاليا 145 مليار دولار. علاش نقول لك بان المغرب اقوى افريقيا حاليا؟ حنا ما كنقولوش شي حاجه غير فراغ كما كتقولوا الجزائر قوه ضاربه. المغرب حنا ماشي نقولوهاش، هذه قناه جزائريه يعني عارفه اشنو كاين وعارفه اشنو كدير. هي قالتها هي فما، وتقدروا انك تدخل الصفحه ديال القناه الجزيره راه غتلقى هادشي. يعني الاعلام الجزائري والشعب الجزائري ما بغاوش يقولوا بان المغرب احسن وافضل دوله افريقيه حاليا في القاره الافريقيه، يعني داكشي باش كيبقى فيهم الحال. غنتفرجوا في جميع الفيديوهات ديال الاعلام الجزائري. خوت ما تنساوش لايك، دعمنا بلايك والاشتراك في القناه وشي تعليق زوين بحال. وشكرا لكم جميع المغاربه اللي تابوناو في القناه ديالي. شكرا لكم على الدعم. أتحدث بمرارة لا بدافع الاستفزاز، بل دفاعا عما أراه حقا مهنيا. ما حدث لي في المغرب لم يكن عابرا، ولم يكن إجراء عاديا كما يحاول البعض تصويره. أنا صحفي جئت لأؤدي عملي، ولم أحمل معي سوى قناعاتي ورؤيتي الإعلامية. قرار منعي وطردي كان صادما، لأنه بني في نظري على تأويل خاطئ لواقعة إعلامية تم تضخيمها. حجب العلم المغربي لم انا والله ما فهمت الصحفي هذا العام كامل، سنوات كاملين هو كيسب في المغرب وكيسب في الانجازات ديال المغرب وكيسب في التنظيم ديال المغرب وكيسب، وقال لك اسيدي بغى يمشي للمغرب بانه يحضر في كاس افريقيا في المغرب، وما عارفش بانه المغرب ما كينساش. يعني الا كنتي قلتي فيه الخير ما غينساش، قلتي فيه الشر ما غينساش. بغى يدخل اسيدي للمغرب بحال ما طراتش شي حاجه، بغى يجي يتفرج في كاس افريقيا في المغرب بحال ما طراتش شي حاجه. من اكبر اوساخ الاعلام الجزائري يعني شفتو انا في القاره الافريقيه هو هذا بوكريشه، هذا القرع هذا ما كيحملش المغرب وما كيقولش الانجازات ديال المغرب. وجا
باش انه يحضر في كاس افريقيا في المغرب. المغرب يعني بلد منظم، بلد كيبغي بلادو، دار واحد الخدمه زوينه. كانك صحفي خصك تهضر عليه بزوين، كانك صحفي خصك تقول عليه كلمه زوينه، كانك صحفي خصك تكبره لانه افريقي، لانه عربي، لانه كما كتقولوا جيران جيران. ولكن باش تصيح بالمغرب يعني المغرب ما كيطلب حتى واحد، وما غاديش يخلي لك، وما غاديش يخليك تدخل، وما غاديش يخليك انك دير داكشي اللي بغيتي في المغرب. هادشي هو اللي كاين.